اشترك في القناة وتعليق تحفيزي للمحتوى وكثير من لايك ومرئيكم بالمباراة. حسم المنتخب الإنجليزي تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 بفوزه على ضيفه الإيطالي من 3-1 مساء الثلاثاء على ملعب ويمبلي ضمن منافسة الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة للتصفيات. سجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من هاري كين 32 من ركلة جزاء و 77 وماركوس راشفورد 57 فيما أحرز جيان لوكا سيكاماكا هدفا. إيطاليا الوحيد 15. وواصل المنتخب الإنجليزي تصدره للمجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بفارق 3 نقاط أمام المنتخب الأوكراني الذي خاض 7 مباريات، فيما يحتل المركز الإيطالي المركز الثالث برصيد 10 نقاط. جاءت بداية المباراة حذرة للفريقين وسط محاولات خجولة من المنتخب الإنجليزي لتهديد المرمى الإيطالي، ونفذ المهاجم ماركوس راشفورد ركلة حرة مباشرة علت المرمى في الدقيقة 12. وعلى عكس المجريات تمكن المنتخب الإيطالي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 عندما شق يوفاني دي لورينزو طريقه في الناحية اليمنى قبل أن يرسل كرة منخفضة أمام المرمى تركها ستيفان الشعراوي لتصل إلى سيكاماكا الذي وضعها في سقف الشباك. وكاد الطليان أن يعززوا تقدمهم في الدقيقة 23 عندما مرر دومينيكو بيراردي الكرة إلى سيكاماكا الذي بدوره سدد بجانب القائم القريب من حافة منطقة الجزاء. وسيطر حارس مرمى المنتخب الإيطالي جيان لويجي دوناروما على رأسية لاعب المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 27. وبعدها بلحظات احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي إثر عرقلة ببيلينجهام من قبل دي لورينزو وبعد التأكد من صحة القرار. عبر تقنية الفيديو نفذ كين الركلة بنجاح في الدقيقة 32. وحاول المنتخب الإيطالي استعادة تقدمه عندما وصلت تمريرة فراتيسي إلى بيراردي الذي سدد من مشارف منطقة الجزاء كرة ارتدت من المدافع هاري ماجواير في الدقيقة 34. وتخلص راشفورد من دي لورينزو قبل أن يطلق تسديدة أرضية تمكن دوناروما من إبعاد خطرها في الدقيقة 44 وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. ووصلت الكرة إلى الإيطالي أودوجي الذي تخلص من كايل ووكر قبل أن يطلق تسديدة تصدى لها حارس مرمى المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد. وبدأ المنتخب الإنجليزي الشوط الثاني بنية التقدم. تخلص راشفورد من فراتيسي قبل أن يمرر إلى كألف فيليبس الذي لم تهدد تسديدته مرمى دوناروما في الدقيقة 51. وسرعان ما حصل المنتخب الإنجليزي على مرادها في الدقيقة 57 عندما قطع بيلينجهام الكرة